فالشاهد من هذا كله أنهم مخالفون للسلف. كل من دافع ودب عن أبي حنيفة هذا الخبيث فهو جهمي كافر قاتله الله أن يؤفك. ولا أطيل بذكر مقدمة تأخذ علينا من الوقت الشيء الكثير، ولكن أقرأ في هذا الكتاب الذي هو كتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى حتى يتبين للناس أمر هذا الخبيث الذي أحدث في دين الله ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى، ودعا إلى بدع كثيرة وضلالات كبيرة. فبعض الناس يقول لماذا تطعنون في أبي حنيفة؟ وقد ذكر المحقق لهذا الكتاب عادل الحمدان حاشية طويلة في بداية الفصل الذي يتحدث عن أبي حنيفة، ذكر فيها المخالفات التي أخذت على أبي حنيفة، وذكر أسباب طعن العلماء فيه، ونحن نجملها في أنه خالف نصوص الكتاب والسنة، وأنه خالف الطريقة المرضية في الاستدلال واتباع النصوص. فالدين اتباع ليس بدعة، ومعارضة النصوص بالرأي هذا من جملة وتوسع أبي حنيفة في القياس. فتوسعه في القياس جعله يترك الأحاديث، حتى وصف بعض الحديث بأنه خرافة، قال هذا حديث خرافة لبعض الأحاديث كما سيأتي إن تيسر ذلك. فالشاهد أن إجماع السلف على تكفيره واضح وتلي لكل من تأمل ذلك. فلا يظننا ظان أن تكفير أبي حنيفة قول لواحد أو اثنين من السلف، أو أن تكفيره قبل أن يموت ويودع هذه الحياة، لا، بل حتى بعدما مات ودفنوه سبوه ولعنوه وشاهدوا عليه بالنار وقالوا أنه من النار، وطعنوا فيه طعونا كثيرة جدا. فلا فيه مجال للشك في هذه المسألة بتاتا. فمن شك فيها وتردد وتوقف فهو ضال زائغ منحرف عن جادة السلف رحمه الله تعالى. ونعني بالسلف حينما نقول طعن السلف في أبي حنيفة نعني أصحاب القرن الثاني الذين عاصروا أبا حنيفة. وأبو حنيفة توفي تقريبا في 150 للهجرة، فكل من عاصر